ليه مش إعادة صياغة؟ انا فعلا كنت بتهته في كلام كتير، متفاجئ ان انا قاعد واتكلم. مبدئيا ما زلت عندي حته مش متصالح فيها قوي للاخر بصراحه، عشان ابقى امين يعني. وكنت تختوخ قوي. انا ما اتولدتش اسمي سمير. اتعلمت مع الوقت اني ما عافرش. انا كنت شايف نفسي مش بس صوتي مش حلو، مش بس صوتي مش حلو، لا صوتي وحش، ما ينفعش. لكن انا اسجل ترنيمه ما كانوش بيبصوا لي اصلا يعني. بس هو كان شايف فيها حاجه مختلفه. تربيتي كان فيها جزء من ان انا بشوف نفسي صغير وقليل. من وانت صغير باباك كان يجي يقول لي خلي بالك من سمير. انا كسمير انا اول حاجه. انت عارف انا مش عايز اتكلم، بس لو اللي فات كله زي على كلامك بالوحاشه دي فاهلا بالوحشه. وبامانته يجي شاطب على الخيانه وعلى الجحود. شفت يا اخي، ده انا النهارده لبست في وقت التسبيح. يعني لبست في وقت التسبيح من غير الناس الغلسه اللي كانوا في حياتي. متضايق منها اكيد. كأن ربنا اتفاجئ سوري انا اسف. كل حلقة بنقدمها بدور على مصطلح كده أقوله في الأول، بس مش لاقي أغلى من مصطلح أقول لك أهلا. ازيك يا سمير؟ اهلا جوزيف. يعني بصراحة عايز أبدأ أقول أنا بشكر ربنا جدا على البودكاست اللي أنت عملته. أنا عارف إن بداية غريبة شوية، بس من قلبي فعلا فرحان جدا إن عندنا حاجة حقيقية ونماذج بتتعرض من خلال البودكاست اللي أنت بتعمله بتاع أهلا. هكلمك وأسألك عنه كمان شوية، لكن يمكن اللي أنا بقوله ده مرتبط بالموضوع اللي هنتكلم فيه، وانت كمان عدلت لي عليه من شوية كده العنوان، وده فرق معايا أنا إنه أنا مش واخد بالي. لكن عايز أقول لك إن أنا مبسوط جدا جدا لأنه إحنا أصحاب، فدي حاجة غالية عليا، وانت نموذج حقيقي، فده كمان بيزيد الغلاوة غلاوة. وبيخلي الموضوع ممكن يكون منظم لكنه ارتجالي في نفس الوقت، واللي في قلب ربنا يتقال لينا عشان يكون فارق معنا. فأنا بشكرك لوجودك معنا. انا اللي بشكرك للدعوه، يعني انا ما استاهلش كل الكلام ده. وفعلا انا يعني حتى البودكاست بتاع اهلا هو ارتجالي برضو 100%. مش بنبقى محضرين اي اسئله ولا مواضيع، هو بس بنيجي نحكي وندردش. فانا اللي برضو جاي اعمله النهارده يعني. أهلا بيك. اهلا بيك يا جزيل. اللي اخترت كلمة أهلا يعني؟ بص، اهلا تحمل 3 معاني. يعني اهلا اللي هو ازيك، انت لما بترحب بتقول اهلا وسهلا وكده يعني. واهلا بمعنى ان احنا هنبقى اهل. يعني احنا اهل، كأننا بنحكي وسط اهلنا وناسنا وبنحكي على اللي جوانا يعني بدون ضوابط او روابط. واهلا جاية برضو من فكرة بقيت مؤهل اللي الرب بيعمله في إنائي وبيشتغل فيا وبيشكلني عشان أبقى مؤهل إني أحكي. فهي جاية من كلمة الأهل، أو إن أنا أكون مؤهل إن أعمل حاجة. حلو قوي. إحنا ناخد من آخر واحدة من ال3 لأنه المفروض إن كلامنا عن الريست أو إعادة الصياغة. بس خلينا أسألك ليه مش إعادة صياغة؟ يعني ده عنوان المفروض الحلقة، ليه مش إعادة صياغة؟ لا، هو المصطلح لفت نظري يعني إنه إعادة صياغة أو إعادة ضبط المصنع. لما بعتلي فبحس إنه في حاجات كتير بينفع نعمل إعادة ضبط مصنع، يعني نفرمت كل حاجة أو يعني نشيل القديم ونحط حاجة جديدة مكانها. يعني زي بالظبط الحاجات القديمة، مش عارف الشباب الجديد يعرفوها ولا لأ، إن هو لما عندك ويندوز أيام ما كان عندك كيسة بقى ويندوز اكس بي والحاجات القديمة دي، ويهنج ولا يعطل فنعمل نفرد ويندوز جديد، فبتمسح اللي فات تحط حاجة جديدة. بحس ان ربنا مش دايما، او مش دي السياسة بتاعته. مش بيمسح كل حاجة. فده اللي كان وجهة نظري او اعتراضي على إعادة ضبط المصنع. هو مش بيمسح وبيحط حاجة جديدة، لا هو يعني زي ما تقول بيكمل او بيستخدم اللي فات وبيحوله للخير. لان هو فنان وفخاري عظيم زي ما انت كنت بتحكي في الاول. هو بيستخدم ده ان هو يعمل حاجة جديدة بس على مزاجه. يعني انت وهو كسمير وربنا، مين فيكم متفاجئ؟ انا
بصراحة مش باحس إن ربنا بيتفاجئ من اللي أنا باعمله، اهم، يعني إذا كنت غلطت والّا باعُك والّا مش ما طلعتش قد المسؤولية أو قد الشكل اللي ربنا كان عايزني ليه، هو مش متفاجئ، هو اهم، يعني زي ما بيقول الكتاب كده يذكر أننا تراب نحن، يعلم جُملتنا، هو عارف كويس إحنا هنُقع وهنغلط، ما اتفاجئش لمّا آدم أخطأ، وما اتفاجئش لمّا داوود سقط، وما اتفاجئش لمّا بطرس أنكر ولا يهوذا ولا مش بيتفاجئ، هو اهم، عنصر الزمن مش موجود عنده. أنا اللي باتفاجئ، أنا باحس إن أنا كسمير، أنا باتفاجئ لمّا أنا بابقى فاكر نفسي جامد زي اهم. بطرس كده، وإن شَكَّ فيك الجميع أنا لا أشُك، وأُفاجأ إن أنا ده أنا طلعت أول واحد يشُك. ده أنا طلعت عيّل أوي يعني، اهم، اهم، وياما شُفت في نفسي إن أنا كنت جامد، بس لأ، لقيت نفسي عيّل أوي يعني، فأنا اللي باتفاجئ، وباتفاجئ من اللي الرب كمان بيعمله بعد كده، إن هو إمم، بيرُد نفسي وإزاي بيعيد الصياغة زي ما أنت كنت بتحكي في الأول. اهم. يعني أنت عايز تصحّح المفهوم شوية، وده فرق معايا إنه مش إعادة صياغة كأن ربنا اتفاجئ sorry أنا آسف، أنا هاعيد من تاني لأن أنا كنت مش واخد بالي، لكن باكمّل على ما سبق، وقادر بنعمته وبصلاحه إن هو يعيد يعني يكمّل من قصة بطرس قصة تانية، من قصة داوود قصة اهم. تانية، من قصة سمير قصة تانية. إمم. إيه أكتر حاجة أنت متفاجئ بيها حاليًا أنت واصل لها يعني؟ أنا شخصيًا يعني حاجات كتيرة باحبها فيك، بس عايز أسمعها منّك، إيه اللي أنت بتتفاجئ بيه؟ كتير، يعني متفاجئ إن أنا قاعد وباتكلّم مبدئيًا، صدّقني اهم، أنا لو تسأل ماما وبابا قبل ما يروحوا السما لأ اسأل أصحابي يعني حتى اللي هُم في سِنّي اهم، وحبايبي يعني أصحابي يعني اسأل بتوع الجمعية مثلًا جمعية خاص نفوس أسيوط، اهم، اسألهم سمير كان زمان إيه يعني، ما كنتش أها، باعرف أتكلّم أقول كلمة اهم، على بعض. كتبت ترنيمة قريب كده من بتاع 6 سنين، ترنيمة أطفال اهم، بتقول كتير باشوف نفسي ضعيف ونكتي دمها مش خفيفة وباتهته في كلامي كتير وهكذا. أنا فعلًا كنت باتهته في كلامي كتير. أنت عايز تقول ده عن نَفْسك يعني؟ أنا اهم، كنت فعلًا مش باعرف أعبّر عن نفسي كويس، اهم، مش باعرف أقول أنا حاسس بإيه، ما اتربيتش على كده، ما اهم، اتعودتش على كده. اهم، ما كنتش عارف أقول أنا متضايق والّا مبسوط، أنا محتاج حاجة. ياه! كنت أتكسف أطلب، كنت اهم، أتكسف أطلب من بابا حاجة، كنت أتكسف أطلب مصروفي، اهم، من كتر ما أنا مش لإني مؤدّب ومحترم، لإني مش كنت مؤدّب ومحترم شوية، لكن لإني مش قادر أتكلّم، مش عارف أعبّر عن نفسي، اهم، أتكسف جدًا، كانت بالنسبة لك خجول مشكلة؟ جدًا، كنت ما يعني أنا في المدرسة يعني ما ك يعني ما لأ، كنت ب ب كنت ب كنت بيتريقوا عليّا جامد يعني، اهم، وكنت تختوخ أوي. من وأنا صغير، اهم، يعني وأنا في ابتدائي ابتديت أبقى أتختخ وأبقى تخين شوية، فكنت لأ تريقة بقى عليّا وعلى جسمي وعلى إن أنا طيب زيادة عن اللزوم ومش باعرف أتكلم، مش باعرف آخد حقي، اهم، وأبقى أنا مش غلطان في حاجة وأتضرب أو أتهان يعني اهم، كنت في مدرسة حكومة. اهم، فما كناش يعني متربيين الرباية بتاعة التربية الإيجابية بتاعة آه. النهارده دي. فطلّعتني آه، شخص مش باعرف أتكلّم، باخاف أتكلّم، اهم، حتى باخاف أقول حتى لو أنا صح، باخاف أقول ما عندكش مَلَكة إنك تعبّر عن نَفْسك يعني، خالص، وما أوكي، أعرفش أقول يعني لو أنت سألتني عندي شَك في كل حاجة، شاكك في نَفْسي، في إن أنا النهارده أعرف أقول وجهة نظر أصلًا، أقعد قدّامك وأتكلّم كده، إن مثلًا أقود في ترنيم مثلًا دي مفاجأة بالنسبة لك. جدًا طَب في يعني. الوقت اللي أنت كنت فيه حاسس إنك ما تعرفش ومش إمم. قادر وإن أنت sorry في اللفظ إنك تختوخ يعني آه. وإن بيتنمّروا عليك، إمم. كنت شايف ربنا إزاي؟ والسؤال التاني، إمم. لحد فين واصل بإنك متصالح مع نَفْسك؟ أكيد طبعًا دلوقتي غير زمان يعني. ما زلت عندي حتّة مش متصالح فيها أوي للآخر بصراحة، عشان اهم، أبقى أمين يعني، لكن ساعتها وأنا صغير مثلًا كنت باشوف كنت باشوف ربنا زي ما كنت بصراحة باشوف ال ودي طبعًا رسالة لأي مُعلِّم في المدرسة، كنت باشوفه زي الأستاذ اللي عندي أو الناظر اللي عندي اهم، في المدرسة. اهم،
أنا كويس فهو هيبقى كويس معايا، لو أنا مش عاجبه وممكن يظلمني عادي ويضربني من غير ما أعمل حاجة. Yeah. فكنت شايف ربنا إن هو اللي هو المُعلِّم أو المُدرِّس اللي هو يعني جاي النهارده مزاجه رايق فهيبقى كويس معايا، مزاجه مش رايق أو شافني عملت حاجة مش تمام هيضبطني. ربنا مودي معاك يعني. مهم. كنت شايف ربنا كده وأنا صغير، مهم. وكنت من كتر ما أنا مجروح من الأساتذة اللي عندي في المدرسة ومن الناس اللي كانوا بيدرسوا لي يعني، كنت مجروح وهكذا شايف ربنا يعني. مهم. بتتغيّر ده وربنا شكِّل في حياتي في الحتّة دي لمّا قابلت مدرسين بقى بتوع مدارس الأحد. ربنا ابتدى يشتغل في حياتي إني أشوفهم وأشوف قد إيه فيهم ناس أثّروا في حياتي وقبلوني وكانوا بيحبوني ويقدّموا لي محبة، بغض النظر أنا باعمل إيه والّا عملت إيه والّا محبة غير شاطر في مشروطة إيه. يعني. يعني ما كنتش ساعتها باعرف أعمل حاجة أوي يعني. مهم. كنت بآخري بس أحل مسابقات، أحفظ قطع من كتاب الولد مقدس. اللي جنب الحيط يعني اللي هو وفعلًا حلو. كنت جنب الحيط أوي يعني مع مهم. كل الشخصية، تخيّل الشخصية اللي باحكيها لك جنب الحيط فعلًا. مهم. ما مهم. كنتش شقي، ما كنتش باعمل شغب. انت كان اسمك ايه زمان؟ سمعت المعلومة ديت يعني. أنا ما اتولدتش اسمي سمير. اه. أنا اتولدت واسمي في شهادة الميلاد اتكتبت كريسماس. كريسماس. كريسماس اللي هو عيد الميلاد يعني. اه اه. بابا كان متأثّر يعني بواحد مُرسل مم. اسمه كريسماس إيفنز. اها. كان مُرسل يعني في مصر أعتقد، فبابا كان بيقرا فحبّه، فلمّا أنا جيت للدنيا قال خلاص هاسمّيه على اسم هذا المُرسل الفظيع الجميل، مهم. فسمّاني كريسماس، بس هو يعني اكتشف إن دي غلطة كبيرة أوي عملها. انت ما كنتش قابل الاسم ده. أنا ساعتها ما كنتش فاهم أوي يعني إيه أقبل أو ما أقبلش، يعني ما كنتش لسه في الوعي أو النضج ده. مهم. يعني فوجئت بس إن من الواضح إن الاسم ده فيه مشكلة، لإن كل الناس مش قابلاه أو كل الناس بتتريق، عليه. لدرجة إنه ساعات لمّا كنت آخد الشهادة بتاعة آخر السنة مثلًا، فكان يكتبوا الطالبة كريسماس سامي، هم مش عارفين ده ولد والّا بنت أصلًا يعني. اه. فمن هنا ابتدينا لأ ندرك مم. إن مش هتنفع مع مدارس الحكومة وكمان كنت مدرسة بنين مش. مم. فكان الموضوع كان آه. ناشف أوي. مهم. فلأ غيّرت اسمي بقى على 7 سنين كده. كويس، دي معلومة بيه جديدة لسه سمير. عارفها أنا من وقت قريب. إمم. لكن خلينا في الحتة التانية بس، قد كده أنت متصالح مع نفسك والفين يعني. حلو، أنا مبسوط جدا بصراحة إنه مش كل حاجة أنا فيها متصالح أو ما وصلتش لمرحلة الكمال في إن أنا متصالح مع نفسي. إمم. لكن أكيد عديت شوط كبير جدا في وقت كان صعب، أنت كبرت من خلاله وبديت تتصالح مع نفسك في حاجات. آمم، بصراحة يعني اتعلّمت مع الوقت إني ما اعافرش، مهم. ما اعافرش مع ربنا في إن أنا أتصالح يعني مش هاروح ناحية إن أنا أعمل حاجة مهم. أتصالح بيها مع نفسي. مهم. اكتشفت إن أنا محتاج أستسلم بس، يعني محتاج أسيب ربنا هو اللي يشتغل، وأنا بس أقعد في محضره، أنا بس أعرّض نفسي للشمس والشمس ت ت ت ت ت تحرق فيّا الجلد الميت تضبّط فيّا وأتعرّض للنور ده والنور ده يفضح فيّا أي ضلمة. مهم. يعني أنا ما باحسّش إن في يعني فترة في حياتي أو حاجة زمنية في حياتي حصلت فيها واو سمير أنت جميل، أنت فظيع، كُلِّك جميلة يا حبيبتي لا عيب مهم. فيكِ. مهم. مع الوقت ابتديت أقبل نَفْسي مش أقبل نَفْسي الوِحِش، أقبل نَفْسي اللي ربنا عايز. بيحبه. مهم. يعني ربنا بيحب فيّا حاجة أنا ساعات مش باحبها. مهم. اكتشفت إن ربنا قابلني في حاجات أنا مش قابلها، مهم. بس هو عايز يقول لي أنا قابل ولسه هاشتغل، لسه هاعمل، فأنت ما عليك إنك تحب سمير اللي أنا باحبه. واو. يعني تحب سمير مش اللي الناس بتحبه، الناس بتحب فيك اللي هم عايزين يحبوه، مهم. وأنت هتحب في نفسك اللي أنت عايز تحبه، لكن أنا عايزك تحب نفسك بالشكل أو بالإنسان اللي أنا خالقه على صورتي. مهم. فأنا باحس إن ربنا شايفني أنضف وأحلى وأقيم من اللي أنا شايف نفسي فيه.
اهم. فأنا يعني أكيد مش أحسن من ربنا ولا أحكم من ربنا ولا شايف نفسي أحسن من نظرة ربنا ليّا يعني. يعني أنت اتصالحت مع الحتّة ديّة بعد ما كنت شايف ربنا المُعلِّم القاسي المودي اللي بيتعامل معايا بحسب مزاجه، لكن أنت استسلمت لفكرة إن هو شايفني أحسن ما أنا شايف نَفْسي وأحسن ما الناس بتقيّمني أو شايفاني. إمم. إيه أكتر حاجة حسّيت فيها بإن ربنا عمل reset مع إن أنت متحفّظ على الexpression ده اللي إمم. هو reset أو إعادة صياغة، إيه أكتر حاجة حسّيت إنه لأ دي فعلًا نقلة جديدة أو ربنا يعني sorry في التعبير إمم. عجنها عشان تطلع بالحلاوة ديّة؟ أنا كنت أوكي، يعني ممكن الناس ما تصدّقش يعني، ممكن أنت ما تصدّقش برضه، أنا ما كنتش باشوف نفسي إن أنا موهوب أو صوتي حلو، وأصدّق ولا تصدّق يعني، أنا فعلًا ما كنتش شايف كده. ذهني رافضها بس ماشي يعني. لأ فعلًا أنا كنت شايف نفسي مش بس صوتي مش حلو، مش اهم. بس صوتي مش حلو، لأ صوتي وِحِش ما ينفعش. للدرجة دي! و أيوه، وكمان كان يعني من وأنا صغير كانوا حتى الخُدّام اللي عندي في مدرسة الأحد كانوا يشجعوني في حاجة زي أنا بابا بيرنّم من زمان، بابا بيرنّم في جمعية خازنفوس وياما شُفته على المنابر وياما حضرت معاه اجتماعات وكان يقعّدني جنبه في بالعافية، وده طبعًا دي حاجة كويسة وربنا اشتغل في حياتي من خلالها. هارجع لها الحتّة دي بس بعد شوية بس. آه، لكن كموهبة أنا ما كنتش باحس نَفْسي إن أنا موهوب، بابا كان دايمًا شايف كده فيّا، بس وأنا صغير كان الخُدّام يشجعوني على حاجة زي كده، بس أنا كنت وأول solo أخدته أنا لخبطت فيه الدنيا وعكيت فيه جامد، فالموضوع زاد عندي تروما بتزيد. اللي هي كده، هي كده. أنا وِحِش، أنا آه. صوتي مش حلو، أنا مش كويس، دي مش موهبتي. اهم. ومع الوقت ابتديت الموضوع يتأكد عندي. ما أنا لغاية سِنّه فعلًا كان صوتي وِحِش أوي يعني، ما يتسمعش، يعني هو عندي تسجيلات ليّا وأنا في إعدادي وأنا في ثانوي أنا غالبًا هاخدها علشان وأنا لإن أنا مش مصدّق وغالبًا اللي عارفينك وبيسمعوك أو بيشوفوك إمم. ما أعتقدش إن هم يصدّقوا يعني. لأ لازم يصدّقوا. يعني طبعًا نعمة الله إن صوتك بالحلاوة ديّة فأنت بتتكلّم عن واحد مش صوته مش حلو، لأ صوته وِحِش يعني آه. آه. يعني لا، لا، لأ بلاش يعني. وأنا لغاية وقت قريب يعني لغاية مثلًا وأنا في جامعة، ما كانوش عندي أوي يعني في الجمعية مثلًا لو عايزين مثلًا بنعمل ترنيمة مثلًا لكل event مثلًا أو ترنيمة مثلًا لنهضة أو ترنيمة ليوم كرازي أو مؤتمر مثلًا طالعينه، فدايمًا نعمل حاجتين، نعمل banner كان أيام زمان يعني في جيلنا لازم في banner كده يتعمل للمؤتمر وترنيمة، اهم. نألِّف ونلحّن ترنيمة ونسجّلها في استوديو وبتاع، فكانوا ممكن يخلّوني أكتب ترنيمة، أساعد في تلحين، أساعد في إن الناس تسجّل مثلًا في استوديو، لكن أنا أسجّل ترنيمة ما كانوش بيبصّوا لي أصلًا يعني. كانوا يخلّوا ناس تانية هي اللي تسجّل ترنيمة، سبحان الله يعني. فكانوا بيأكّدوا فكرة إن أنا حتى لو وأنا كبير ممكن أرنّم في الجماعي، في الchoir، في البتاع، لكن مش الصوت اللي يقول solo، مش الصوت اللي ممكن أتسمع لوحده يعني، فكان عندي دي لكن ما أعرفش ليه مع الوقت ربنا ابتدى يشجّعني إن أنا ما أعرفش ليه يعني يعني في وقت يعني رُحت مؤتمر وشجّعني فيه طبعًا بُلبُل نبيه منير اهم. عندنا في الجمعية، وجوزيف فيكتور، الاتنين أوكي. دول من أكتر ناس شجّعوني في الحتّة دي، وخدوني معاهم في مؤتمر في فرق يعني إيه شجّعوك، يعني اكتشفوك؟ لأ خدوني هُم عارفين أنا بارنّم، اهم. اللي هو اللي على قدّي ده، اللي هو المؤدّي ده يعني الغلبان، فخدوني معاهم مؤتمر من المؤتمرات اللي فيها فرق تسبيح كتير. اهم. وهناك كان فرق تسبيح لجمعيات خلاص النفوس على مستوى الجمهورية، كانت في بيت إيل أليوب أنا اهم. فاكر 2008 والمؤتمر ده كان عامله إيهاب فاروق جمعية خاص النفوس شبرا. شبرا، اهم. وهاني فخري كان بيدّي الsessions الvocal هناك، فكان بيدّي حاجات أنا بالنسبة لي واو! فظيعة، يعني مين بقى اللي بيعمل مين ممكن يعمل حاجات زي كده غير هاني فخري وشوية ناس شاطرة يعني، فما كنتش شايف نفسي في الحتّة دي، بس اهم. أنا جوايا صوت إن الرب عايز يستخدمني في الحتّة دي،
عايزني ارنم، عايز اطور صوتي، انا عايز ارنم، مش عارف هوصل لفين. مهم. ما عنديش اي ادنى فكره انا ممكن ارنم ازاي او اعمل ايه بصوتي او هوصل لفين، ما عنديش اي فكره. ولقيت نفسي بروح اخر المؤتمر لهاني فخري مهم. وبقول له انا عايز ابقى احسن، مش عارف اعمل ايه. انا عايز ارنم. انا ولا عايز اقود تسبيح، ولا عايز ابقى سوليست، ولا عايز ادرب ناس ان هي ترنم، ولا عايز ادخل فريق. ما عنديش، مش عايز حاجه. انا عايز بس ارنم، اعرف ارنم. انا صوتي بحس انه انا قادر افهم الالحان، بحبها، بحب الترنيم، بس مش عارف ارنم، مش عارف اقول. ما كانش عارفني كويس، لكن ما اعرفش ليه ربنا اداني نعمه في عينه، يعني هاني فخري، وهو كان هاني فخري يعني. مهم. وقال لي طيب عليك وعلى الاوبرا، عليك وعلى دار الاوبرا المصريه اللي في القاهره، وانا في اسيوط اصلا. وانا ساعتها بيصعبها عليك يعني. انا كنت في اولى تانية جامعه بالكتير، كنت في اولى جامعه. وافاجئ ان الكلمه هو رماها لي طبعا زي ما بيرميها ممكن لاي حد، اي حد هيساله. كان رحت مركز تنميه المواهب اللي في الاوبرا، هتاخد كورس مره في الاسبوع لمده 3 شهور، ساعه الا ربع. طبعا انا ما اعرفش النهارده انا عملت ده ازاي. انت ساعتها عملت كده. لقيت نفسي الشهر اللي بعده على طول اتصلت، طبعا كلمت هناك المركز، وما اعرفش ايه الشجاعه وايه التهور اللي انا كنت فيه. وابتديت اسافر كل اسبوع 6 ساعات رايح و6 ساعات راجع، مم. عشان ساعه الا تلت كمان. يعني ساعات هو مش هيديني ساعه الا ربع هناك، ما كانوش يعني عندهم ذمه قوي يعني في التدريس. فكنت بقى عشان ساعه الا تلت اروح 6 ساعات رايح 6 ساعات جاي. وقعدت كده كتير، واخدت يعني الكورس بيقعد 3 شهور، اخدت كورس في التاني في التالت في الرابع. ده عكس شخصيتك. سنين وانا مش كده. مهم. انا اصلا ما اعرفش انا رحت انا مش عارف. انا مش عارف كنت بحجز قطر ازاي، انا مش فاكر. مهم. مش عارف كنت بروح انا النهارده وانا عايش في القاهره بتوه، ما اعرفش امشي في القاهره اصلا، مهم. ما اعرفش اركب مواصلات، بتعلمها لسه يعني. مهم. ما اعرفش ساعتها في 2008 كنت بسافر ازاي. غالبا انت كنت شايف الهدف اغلى من اي حاجه. بالظبط. مهم. كنت حابب قوي، وكنت بشوف تشجيع ربنا ليا يعني. ودايما كان عندي الآية دي من بدري بحبها، يعني لما بيقول في إشعياء 60 22 بيقول الصغير يصير ألفا مهم. والحقير أمة قوية. مهم. أنا كنت دايما شايف نفسي صغير، دايما شايف نفسي حقير في حتت كتيرة، مش بس الصوت. على فكرة الصوت دي حاجة من الحاجات كتيرة. مهم. أنا دايما شايف نفسي قليل يعني. تربيتي كان فيها جزء من ان انا بشوف نفسي صغير وقليل. الناس اللي حواليا كانوا المعامله اللي كنت بتعاملها في المدرسه وانا صغير، كله جنب بعضيه كله جنب اقنعك بعض بكده. اقنعني ان انا صغير، ان انا مهم. قليل. فحتى الموهبه اللي ربنا ادهاني اللي انا مش شايفها، بس هو كان شايف فيها حاجه مختلفه، والناس كانت شايفه، وفي كام حد كان شايف فيها حاجه مختلفه. سمير لويز مثلا، استاذي سمير لويز في مدرسه الاحد، من اكتر الناس اللي كانت شايفه فيا حاجه وانا مش شايفها، وكان بيشجعني. مع اني كنت بلخبط الدنيا في كل سولو كان بيدوني في راس السنه في الجمعيه، بس كان شايف فيا حاجه وكان بيصلي لي. فوجئت يا جوزيف انه من 3 4 سنين بس، بعد ما بابا سافر راح السما، فسمير لويز وسوري انا بقول سمير لويز، هو الاخ سمير لويز طبعا، بس من كتر ما احنا بينا اصحاب، من كتر ما انا بحبيته وبحبه. هو كان استاذي في مدرسه الاحد يعني، وكان هو اللي ماسك فريق التسبيح بتاع الأطفال في الوقت ده. ففوجئت إنه بيقول لي يا سمير، أنت من وأنت صغير باباك كان يجي يقول لي خلي بالك من سمير، واو. خلي بالك من سمير. سمير ده هيرنم، سمير ده صوته حلو، ياه. عايزك تشجعه. فبيقول لي أنت أخدت صلاة كتير وإحنا صلينا لك كتير وأنت صغير. أنا ما كنتش عارف الكلام ده، لسه عارف الكلام ده من 3 4 سنين بس. بعد ما بابا راح السما. بابا راح السما بعد كل العمر ده. فبفتكر انه انا شايف نفسي صغير، انا شايف نفسي معرفش ازاي ربنا ظبطها، ازاي ربنا عدل الصغر النفس ده، وعدل التراب والطين عارف.
عارف بالظبط وانت بتحكي في حتة إعادة ضبط المصنع أو ازاي ربنا بيظبطها. الفن اللي هو الياباني القديم، كنت فاكر اسمه بس نسيته. عندهم فكرة إنه لو في إناء خزف وقع واتكسر ما يرموهوش، مهم. يجيبوه ويجمعوا أجزائه ويجيبوا الفضة أو الذهب السايل، ويبتدوا يلزقوا الحتت اللي وقعت واتكسرت ويجمعوا الإناء تاني ويلزقوه أو يجمعوه من خلال مش لزق أو غيرة أو أي مادة لاصقة، من خلال الذهب. يحطوا الذهب في النص ويلزقوا الأجزاء المكسورة دي، يجمعوها ويعملوا ده، مع إن الذهب أغلى من المادة اللي أنت بتعمل بيها. عايز اقول ان دي أنا ولا حاجة، قيمته اغلى يعني. قيمته أغلى بكتير، لا تقارن. مهم. ساعات بحس بقول لربنا أنا كسمير أنا ولا حاجة، أنا مش نظيف أصلا، أنا مش كويس، أنا مش مهم. حلو. لو الناس تعرف اللي جوايا والحاجات اللي عديت بيها والحاجات اللي غلطت فيها والحاجات اللي أذيت ناس فيها والحاجات اللي بقصد أو من غير قصد كنت سبب عثرة لناس، بسبب عثرة لنفسي، بسبب إن أنا مش كويس، وأفاجئ إن في حاجات، في وحاشة بتطلع مني، مهم. في وحاشة. وكنت فاكر نفسي إن أنا ابن الجمعية ولا ابن الكنيسة المحترم اللي طالع خلوق وطالع في بيئة مؤمنة وكنسية وبتاع، وأفاجئ إن أنا مش كويس، وأفاجئ إن نعمته بتجمع كل الحاجات الفاشلة اللي أنا عديت بيها، حاجات اللي اتدمرت فيها نفسيا، مهم. وربنا يرجع يشتغل فيها ويطلعها زي ما هو عايز. تعرف انا مش عايز اتكلم، انا عايز اسمع بس. انت بتجاوب على أنا اسئله. رغاي لا لا لا، معلش. بالعكس بالعكس، ده انت بتجاوب على حاجات لسه هقول لك. فانت يعني مثلا واحده من الحاجات اللي عايز اقولها، هو فعلا ربنا صاحب البدايات الجديده، الكامباك، الريمونتادا بلغه مم. الكوره. انه ربنا يقدر يرجع من تاني. انت بتتكلم على خزف على الفن الياباني. انا اول مره اعرف الفكره دي، انه ازاي يقدر ربنا مش بس يرجعك تاني، لا ده يجملك. انا شفت سمير النسخه الجديده، مم. اللي عاشرته النسخه الجديده اللي بتمثل بيها وبحبها. معرفش اللي فات كله، بس لو اللي فات كله زي على كلامك بالوحاشه دي، فاهلا بالوحاشه. لو بالصعوبه دي، اهلا بالصعوبه. اللي تطلع واحد قادر يكرم ربنا بكل ما اوتي من قوه بالشكل ده. هل ربنا فعلا صاحب بدايات جديده؟ انا مش عايز اتكلم، انا عايز اسمع، انا مستمتع جدا يعني. هو بحس إنه ربنا بتاع أي بداية مهم. يعني أي بداية هتيجي من عنده. سي اس لويس كان بيقول إن عشان تتعامل مع جماد، فأنت دايما الدور الأكتر هيبقى عليك أنت 100%. مهم. 100% تعامل منك. الجماد ده عمره ما هيتحرك ولا هيتحرك سنتي من مكانه غير مهم. لما أنت تحركه. مهم. 100% أنت. لو اتعاملت مع حيوان 50-50، يعني لو اتعاملت مع بني آدم 50-50، لو اتعاملت مع حيوان 80% و20% منه، مهم. لو اتعاملت مع ربنا 100% هو. واو. 100% هو. مم. احنا ساعات بنفتكر ان احنا اللي محتاجين نغير نفسنا، احنا اللي نبتديها، احنا اللي مم. نتحرك ونعمل حاجة. يعني حتى احساسي ان انا وحش، بحس ان ربنا هو اللي بي بينخسني، يديها هو لك، اللي يجيبها لك. بيضربني في جنبي كده، يقول لي يا اخي انا شايفك في حتة احلى، انت مكانك مش عند الخنازير، انت مهم. مكانك في بيتي، فاقوم وارجع الى ابي. يا. احس بالجوع، والكتاب يقول كده انه توبني اليك فاتوب. مهم. انا حتى قرار ان انا اتوب وحتى قرار ان انا ارجع، البدايات دايما عند ربنا. مهم. ف 2000 2014، اخر 2014 اول 2015، هاني منير، دكتور هاني منير بيكتب ترانيم، هو اللي كاتب أنا ترانيم. مش عايز اقطعك، بس انا مبسوط جدا انك بتذكر اسماء ناس تعتبر ان ليها فضل عليك. طبعا طبعا مهم. طبعا. دكتور هاني منير كاتب ترانيم قديمة: عمري ما دقت سعادة في قلبي، ربي تسبيح قلبي، ربي خيرك ورحمة، راحت يا رب حقا، والحاجات ربي حياتي تحلو بحبك، والحاجات بحبك يا رب يعزف قلبي، والحاجات الفظيعة دي. بعت لي ترنيمة مش عارف شاف فيا ايه يعني عشان ألحنها له بس يعني كنت ابتديت ألحن في الوقت ده يعني. اسمها يلي بتقابل وحشتي.
بكل نعمة وكل مفاجأة جود. أقولها لك، دي أول ترنيمة سمعتها لك. أنا معرفش يعني إيه اللي خلاني أول ما بعت لي الترنيمة دي، هو بعت لي الترنيمة دي ومعاها ترانيم كتير. ساعتها كنا بنعمل كده زي ألبوم آم، لمؤتمر، فبعت لي الترنيمة دي. أنا معرفش ليه عيني جت على الكلمات دي، الترنيمة دي بالذات، وكأني معرفش شفت نفسي فيها، أو شفت تاريخ معاملة ربنا ليا والوحشتي، إن هو فعلا بيقابل وحشتي بكل نعمة وكل جود، وبأمانته يجي شاطب على الخيانة وعلى الجحود. هو اللي بيعمل كده، هو اللي بيبتدي. في العدد التاني بيقول جوه مني وفي دواخلي ياما فيها ذكريات، والسطور مكتوب عليها عن فشل من وقت فات. يعني ما أكتر الواحد اللي عدى فيه فشل، يعني فشل في فشل في فشل، لكن ربنا بيستخدم الناس ان هو يفوقوا، وربنا بيستخدم نعمته ان هو يتفوقني. فدايما يعني ردا على سؤالك، لو مش عايز اكون بتوه عن اللي بتحكي فيه، البدايات دايما عند ربنا. هو صاحب البدايات، مش انا. فكرة البدايات، انه سمير اللي اتكلمت عنه وقت انه فشلان، قلت الفاظ كتيرة، وانا عارف ان انت مش بتدعي التواضع، انت بتتكلم على اللي حصل والحقيقي. طب ازاي سمير بيكتب ترانيم، وازاي سمير بيلحن لترانيم لاطفال مدرسة الاحد، وبيكتب ترانيم كبار وبيلحن زي الترنيمة اول ترنيمة سمعتها لك، وزي سمير عامل بودكاست، وزي سمير مرنم رب بيستخدمه، ربنا بيستخدمه. ازاي قادر تتنقل النقلة دي من إلى بالشكل ده؟ انا قلت وعايز اسمعها بشكل تاني منك، انه ازاي يعني اهلا بالبلاوي ديت لو هطلع حد قادر ربنا يعمل منه كده. يعني انا كان نفسي اعرف اجاوب سؤالك بس انا ما اعرفش ازاي، فعلا ما اعرفش ازاي. يعني ما اعرفش ازاي ربنا بيعملها. ما لو انا كنت عرفت ازاي عملتها كنت انا. انا بيت ربنا. او انا عملتها من نفسي زمان. كنت انا عملتها يعني. بس يعني مثلا انا بحس ان يعني مع الوقت ابتديت زي ما تقول استسلم، ما افكرش في نفسي، ما افكرش انا كويس ولا وحش. يعني حتى ما تفكرش انك وحش، ما تقعدش تفكر كتير انت وحش قد ايه فمحتاج ربنا، ولا تفكر انت بقيت كويس واتطورت قد ايه فتحتاج فتحس انك انت محتاج اقل ربنا، او مش محتاج او مش ربنا. محتاج ربنا. يعني بحس ان بطرس مثلا دي الحاجه اللي كان واقع فيها. في اول مشهد خالص يشوف نفسه وحش جدا لما الرب خده للعمق جوه، وهو لم يمسك شيء في الليل كله، لم يمسك شيء، وهو ده نجار وده صياد. ايش فهمك انت في السمك؟ انت نجار. ويقول له اخرج من سفينتي يا رب لاني رجل خاطئ، انا وحش قوي. فقول له لا، انا مش عايزك تفكر كده في نفسك، مش ده الهدف. انا مش هدف ان انا عملت لك المعجزه دي ان ابين لك انك وحش. انت وحش كده كده، دي خلصانه، ده مبدأ خلصان. كلنا بالإثم بالخطية حبلت بي أمي وهكذا. يعني مش كلنا عوزنا مجد الله. مفيش جديد يعني. مفيش جديد. ما قلتش حاجة جديدة حبيبي، لكن الجديد هو إن أنا عايز أخليك صياد الناس. فوقك بقى أنت وحش، أنت كويس، أنت أوحش من الناس كلها. ما تبصش. على العكس بقى خالص، في الآخر خالص، في العشاء الأخير يقول له إن شك فيك الجميع أنا لا أشك. حشاك يا رب، ما انت ما فيش حاجه اسمها صليب، ده انا موجود وهحارب عنك وهحامي عنك، وانا احسن من الناس دي كلها. كل دول ممكن ينكروك، انا مش مستحيل انكرك. شايف نفسه احسن واحد ليه؟ عشان قبلها بشويه قال له انت المسيح ابن الله الحي، والمسيح بنحه وقال له انت بترا، على هذه الصخره ابني كنيستي وابواب الجحيم لن تقوى عليها. شاف نفسه. لا برضه، ده انت اول واحد هتنكرني. انت اللي عملتها. انت الوحيد اللي هتعملها. ايوه، انت الوحيد اللي هتعملها، كلهم ممكن يهربوا. وفرق كبير ما بين لوقا 5 ويوحنا 21، يعني من شخصية عارفة قيمتها والرب قادر يستخدمها، وما بين واحد ولا تشوف نفسك وحش ولا تشوف نفسك حلو، ما تشوفش نفسك اصلا، شوفني. الدرس ده اتعلمته بصعوبة يا جوزيف الحقيقة. يعني
صعوبة إن أنا لمّا أبقى في قمة الوحاشة، في قمة الصدمة، باتصدم في نفسي لغاية النهارده، اهم. ولمّا أشوف نفسي مصدوم في نفسي وأحس إن أنا وِحِش جدًا، في حاجة جوايا نعمة ربنا تقول لي ما تبُصّش على نفسك، بُص على نعمتي، تعالَ اجري عليَّ، استسلم. ولمّا تشوف نفسك رهيب بقى وجامد واللي ما حدش اللي ما جابتوش ولادة يعني، اهم. برضه مش أنت خالص، أنت أتفه من كده، أنت أوحش من كده، اهم. أنت أصغر من كده، أنت أصغر من إنك تعمل خُمس اللي أنت أو اللي أنا عملته بيك. اهم. فمش عارف، باحس دايمًا بافكّر نفسي إن أنا دايمًا أحاول أبُص على ربنا، حوّل عينيّا، أنا مش عايز أبُص على نفسي ولا أبُص على غيري، لا في دي ولا في دي. ولا في دي ولا في دي. اهم. ده نتاجه إنه ربنا قدر يحُط جواك ترانيم جديدة، يحُط جواك ألحان جديدة، يحُط جواك خدمة جديدة، يحُط جواك مواهب جديدة. آمم هو عمل اللي هو يعني اللي أنا باحبه، إن اهم. ربنا احترم برضه الحاجة اللي أنا باحبها. دي اللي عايز أقولها، إنه ربنا ربنا مسك دوّة من جواك آه، لمّا أنت حوّلت عينك من على فشلك، ولا بتنسب أي نجاح ليك، دي نعمة الله. يعني مش عايز أقول إن أنا بالمثالية دي، اهم. أنا لأ خالص، أنا ساعات باشوف نفسي وِحِش اهم. جدًا فأُحبط، فأتقوقع جوّه نفسي وأبقى بارثي لنفسي، أوقات إمم. كتير باعمل كده، اهم. بس أوقات أكتر بقى باشوف نفسي جامد وأحسن من غيري وعرفت أعملها لوحدي، فقصدي إن أنا باقع كتير، بس اهم. الرب بيحاول يعدلني وكل شوية ييجي يضبطني يعني، لكن بيعمل بقى ده إزاي، بيستخدمني إزاي، باحس إن ربنا يا جوزيف بيستخدم الحاجة اللي هو ادّاها لك، اهم. هو مش هيعمل فيك يعني مش هيعمل حاجة ما اشتغلش فيها طول سنينك، يعني أنا من وأنا صغير باحب الترنيم، مع إني كنت شايف نفسي مش كويس، بس باحبها، ومع الوقت باحبها أكتر، فاتعلمتها أكتر، اهم. فربنا شجعني فيها أكتر، فإنها شجعتني، فربنا هيستخدم حاجة زي كده في إن أنا تبقى دي خدمتي، فبيكمّل بقى. فبيكمّل. اهم. من زمان وأنا باحب أسمع شعر، اهم. ما أعرفش ليه، كان عندي شريط بابا كان عنده شريط كده صغير كاسيت، أنا ياما بوّظت شرايط كاسيت، أنت عارف أنت الشريط البكرة لمّا البكرة لمّا تسِف وتلزقها بلزق وتقعد تعمل بتبوّظ الكاسيت. وآجي بالقلم الجاف وأقعد أعمل بالبكرة عشان أضبطه، ياما شرايط كاسيت باظت من كتر ما باعيد وأزيد فيها، اهم. منهم شريط أنا فاكر إن هو الشريط نفسه الأسود ده داب من كتر ما سمعته، كان شريط كاسيت فيه زجل دكتور شادي جورج، إمم. كان لسه هو في سَتّة طِب، كان صغير، وبابا في مرّة شغّله وأنا كنت صغير في ابتدائي، وأُفاجأ إيه الكلام الحلو ده، إيه الزجل الجميل ده، إيه الكلام اللي قد بعض، اللي فيه قوافي في الآخر، مسيح، مديح، مريح، فسيح، لقيت حاجات كده، نَفْسك رايح ناحية لقيت الحتّة نفسي دي. رايح وهو فظيع دكتور شادي، اهم. وابتديت بقى أنا أجرّب أكتب، أجرّب أعمل حاجة. من الوقت ده. من الوقت ده، من وأنا اهم. صغير. و و وساعتها بابا ابتدى يشجّعني وخالي ابتدى يشجّعني ويدّيني مثلًا جنيه على كل مثلًا زجل أكتبه، ويدّيني فلوس يعني. وبعد ما أعرفش ليه عرفوا برضه في مدارس الأحد والأخ إبراهيم عسل. إمم. الأخ إبراهيم عسل ساعتها كان قائد مدارس الأحد وأنا في ابتدائي. عرف إن أنا باكتب، هو وفي أخ برضه اسمه أخ سعد صديق. كانوا من قادة مدارس الأحد في الوقت ده، عرفوا إن أنا باكتب زجل أو شعر، شجعوني وجابوني في مدارس الأحد بعد وقت الترنيم بتاع مدارس الأحد قبل الدروس ما إن كل واحد يروح فصله، وقالوا لي هتقول حاجة من اللي أنت كتبتها، اهم. وفاكر ساعتها أنا كتبت فاكر أول حاجة؟ فاكر إيه؟ كنت كاتب الخطية للناس مرارة في كل شارع وكل بيت وكل حارة، وهادّيكم أمثلة عن الخُطاة ومش عارف وإيه والناس السكارى، بجد دي أول دي حاجة. أول حاجة كانت آه. أنا طبعًا حاجات هبلة أوي يعني بس دي ساعتها، اتبنت عليها يعني. كنت في رابعة ابتدائي اهم. حاجة كده،
اتبنت عليها واتشجعت وابتديت أكتب بعد مع الوقت يعني. خليني اسالك، اقول لك مين الشخصيات الفارقه في حياتك اللي ما تقدرش تنساها؟ وهل بابا كان ليه دور في حياتك، يعني وجوده وكمان غيابه؟ إمم. أبتدي ببابا؟ زي ما تحب. لأ، يعني أنا دايمًا أقول على بابا، طبعًا أنا يعني اكتشفت قيمته بعد ما راح السما، مهم. كالعادة يعني دي الخصلة البذيئة في أي إنسان إنه يعرف قيمه يعرف الشخص قيمة لما. الحاجة لمّا تروح منه يعني. مهم. أدركت نعمة وجود بابا في حياتي ودايمًا أقول كده إن أنا 3/4 الخير اللي أنا فيه النهارده Yeah. بسبب الراجل ده. مهم. كان بسيط، ما كانش معقّد زي ما أنا باحاسوك مثلًا في الترانيم دلوقتي ونعمل دي كذا ونعمل دي ونسجّلها كذا، ما كانش كده. بس كان creative، كان بسيط، كنت باشوفه لمّا يروح في وقت التسبيح ياخدني جنبه ويبقى عليه وقت التسبيح ويبقى عايز يعلّم الناس ترنيمة جديدة. كنت أشوفه يكتب الترنيمة بإيده وبعد كده أيام لمّا طلع الكمبيوتر يكتبها على الكمبيوتر، آآ ويروح يصوّرها، ما كانش في data show ولا الحاجات دي، يروح يصوّرها مثلًا بتاع 200، 300 نسخة Yeah. ويوزّعها على الناس ويخلّيني أوزّع الورقة دي على الناس في الاجتماع. كنت أشوفه إزاي مُبدع وإزاي بيحب الترنيم. بابا كان بيكتب شرايط ما كانش في pamphlets يعني ولا الترانيم مهم. مكتوبة، مهم. كان يكتب الترانيم كلّها، مثلًا شريط نجيب لبيب آدي قلبي مثلًا، أو شريط على عود الصليب بتاع نجيب لبيب، يكتب ترنيمة رقم الوجه الأول، ترنيمة 1 واو. كذا، ترنيمة واو. 2 كذا، ترنيمة 3 كذا، بالتشكيل، و1 جنبها شرطة، يبقى 2 اللي تحتها في العدد التاني جنبها شرطة مش نقطة، مم. مهم. كلّه شبه بعض. ده خلّاني أشوف الترانيم بشكل محترم. أنا اتعلمت أحترم الترانيم منّه، اتعلمت أحترم الاجتماعات منّه. ما فيش حاجة اسمها إن أنا أحضر الترانيم وأمشي. حتى لو مش عاجبني الوعظ هاقعد بالعافية. علّمني إن يعني إيه ما أملّش، ساعات بامِل أكيد يعني، بس أقعد الاجتماع كلّه، ما كنتش ساعتها باحب كده. وقتها ما كنتش فاهم، لكن ادركت دلوقتي. مش بس ما كنتش فاهم، كنت متضايق، مهم. كنت متمرد يعني مش عارف أعمل كده، بس ما كانش عندي الجرأة كعادة كل جيل يعني. انت ملامحك اتغيرت لما اتكلمت على بابا. باحبه بصراحة، مهم. له دور وتأثير. باحبه جدًا وبابا كان يعني كان شايف فيّا حاجة أنا مش شايفها وما حدش شايفها، حتى ماما ما كانتش شايفاها. مهم. يعني بابا كان شايف فيّا مش بس مُرنِّم، كان شايف فيّا واحد ممكن هيخدم ربنا بقلبه وربنا يستخدمه. مهم. بابا حفّظني أشعار البابا شنودة وأنا في 5 ابتدائي، يا يا حافظها عن ضهر قلبي لغاية النهارده، لغة عربية فصحى. مش بالعافية، حبّبني فيها، حبّبني في الجمعية، حبّبني في الخُدّام، حبّبني في المُرنّمين، حبّبني في مدارس الأحد، حبّبني في الخدمة عامةً. فما بقيتش أطلع أخدم وآخُد الموضوع for granted. مهم. للأسف لمّا باشوف ساعات شباب بياخدوا الموضوع كده إيه، يالّا نطلع خدمة، حالك بالبلدي ويقول نمرة يعني. ويقول لك شُفت يا أخي ده أنا النهارده لبست في وقت التسبيح. يعني إيه لبست في وقت التسبيح؟ يا عارف لمّا واحد يجيبوه على الهوا عشان مثلًا حد اعتذر، فمعلش يا أخونا ممكن تاخد التسبيح قراءة التسبيح فيقول لك أنا اتدبست في عيب، عيب. ده أنت ليك الشرف إنك تاخد وقت التسبيح، أنت رايح تقود شعب ربنا في وقت التسبيح، تقول عليها لبست في وقت التسبيح؟ مهم. عيب. الحاجات دي بابا اللي علمها لي. يا بابا كانوا يكلموه إحنا ساكنين جنب ورا في الشارع اللي ورا الجمعية، فعلى طول يعني شارع اسمه شارع خوفو، شارع كليوباترا، شارع الجمعية. فبابا تعالَ بعد في نفس ربع ساعة يكون في الجمعية بيرنم عشان حد ما اعتذر. فيش غضاضة ولا في أي خالص، حاجة. خالص. مهم. كنت باحب ده فيه. فبابا يعني هاقول برضه موقف
يمكن ما حدش عارفه يعني. بابا اول ما يعني ربنا اداني ان انا اعمل فريق اسمه فريق اصوات يعني للتسبيح مهم. الترنيم. اول حفله عملناها للكريسماس كانت 2015. كانت تكاليفها عاليه قوي يعني باهظه يعني. وساعتها ما كنتش عارف اعمل ايه. لقيت بابا شايفني متضايق ومحتاس. احنا مفيش حد بيمولنا، ولا تبع كنيسة ولا تبع جمعية ولا تبع اجتماع ولا تبع هيئة ولا تبع أي حد. مهم. وعندنا تكلفة مش طبيعية، ناس جاية من القاهرة بتصورنا، وكل الكاميرات والإضاءة والساوند سيستم كل ده جاي من القاهرة، ما فيش حاجة من أسيوط ساعتها 2015. ولقيت نفسي بقى مئات الآلاف مطلوبة مننا. ولقيت بابا بابا غلبان يعني، بابا برضو احنا من طبقة متوسطة يعني. مهم. لقيته بكل محبة بيطلع لي مبلغ، وانا عارف انه ده مثلا ممكن يكون نص اللي عنده في نص اللي يملكه في البنك. يا للدرجة دي؟ ما اعرفش ولا يعرف يعني ايه اصوات، هو بس عارف ان انا بقود فريق جديد انا اللي انشأته او اللي عملته. الدرجة دي مصدق فيك؟ ما اعرفش ازاي صدق فيا. انا النهارده بتفاجئ. مهم. وساعدني ان الحفله دي تقوم من عشوره او من الفلوس اللي هو ادهاني. انت عارف يا سمير وانت بتتكلم اللي يشوفك يعني وشك مليان امتنان. اكيد. حقيقي الشخص فرق معاك. طبعا يعني سيرة حلوة وتفضل تفتكرها بكل خير. لكن انت في 3 حاجات مم. عمالين يخبطوا في دماغي هنا. مم. مدرسة الأحد، مم. والأشخاص اللي انت ممتن ليهم، وبابا. مم. فانت بتلف تلف ترجع لبابا، أو مدرسة الأحد وأنا في مدرسة الأحد، أو تروح ذاكر اسم شخص. مم. الشخص ده كأني نقطة كملت جملة، كان في حروف كده بتتكتب والناس جم حطوا النقط على الحروف فبانت شخصية سمير. عايز أسألك سؤال، وحابب اتكلم عن بابا تاني مفيش مشكلة يعني، بس عايز اسألك، هل المواقف اللي كانت فيها فشل وكسرة ووجع وجرح، هل دي مهمة في حياتك تكمل عليها؟ يعني انت عايز تمسحها، عايز تنسفها من حياتك، مش عايز تفتكرها؟ متضايق منها مهم. اكيد، ندمان عليها اكيد. حاجات عملتها بغباء مني، حاجات اتعملت فيا غصب عني، مهم. اكيد ما احبش افتكرها. مهم. بس امسحها مش هبقى سمير النهارده. واو. آه، انا بحب مارفل، افلام مارفل والدي سي والسوبر هيروز. مهم. وفي وقت كنت ادمان يعني، كنت بنزل بداونلود كل الافلام دي. وبحب الشخصيات دي، وحتى عندي في البيت الناس اللي في الفريق اللي بيجوا لي بيصلوا معايا وكانوا بيتدربوا عندي شايفين التماثيل بتاعت الاشخاص دي. عندهم مبدأ كونسبت كده اسمه اليونيفرس او مهم. المالتيفيرس. مهم. فالمالتي يونيفرس دي انه لو انت عايز ترجع بالزمن لورا وتشيل حاجة غلط حصلت او عشان تصلحها، بيقول لك لو انت عملت كده ورجعت لعبت في الدايرة او في الخط الزمني ده، مستقبلك هيتأثر. كنوع من التعديل. كنوع من التعديل. لو انت اوكي. رجعت عدلت حاجة انت هتعدلها اوكي، بس لو جيت بعد كده عشت وكملت لمستقبلك مهم. مش هتوصل لنفس النقطة اللي انت فيها النهاردة. هيبقى فيه نتائج أسوأ. ثواني، يعني انت لو رجع بيك الزمن وليك رفاهية الاختيار انك تشيل الحاجات اللي مش كويسة ديت، هتشيلها؟ لا. لا، لان هي بتشكل، انت عايز تقول انها بتشكل سمير في الحاجه اللي موجود انت فيها دلوقتي. فده الكلمه اللي انت قلتها في اول الحلقه، ان هي كماله صياغه مش اعاده صياغه. مهم. انا فعلا اجابة سؤالك بكل صراحة، لا انا مش عايز اشيل حاجة مهما. وفعلا في حاجات بتكسف من نفسي فيها. مهم. في حاجات انا بقول ايه الغباء اللي انا كنت فيه ده. مهم. وفي حاجات بقول ايه الغباء بتاع الناس اللي عملوه فيا ده. مهم. ومنهم اقرب الناس ليا، مهم. ومنهم ناس جرحوني، ومنهم ناس انا جرحتهم. الحاجات دي انا يعني ربنا سمح اني احصد نتائجها. انا دفعت فاتورتها، مهم. وربنا ساعدني بنعمته ان هو برضه يدفع معايا فاتورتها. مهم. فانا حتى دفع الفاتورة
ربنا استخدم ده في إنه يشكل فيا. واو. يعني حتى الوقت اللي أنت أو اللي أنا كنت فيه بتعاقب وربنا بيأدبني علشان الحاجة الغلط اللي عملتها أو الغلط اللي أنا كنت ضحية فيها، الوقت ده مهم. مش وقت عقابه بس، ربنا بيأدب وبيشكل فيك من خلال الغلط اللي أنت بتعمله. عايز تقول ان الألم مرات بيكون أداة مش عقاب؟ أداة، لا مش عقاب، أداة إن هو يهذبني مهم. ويطلع فيا نسخة أفضل ويعمل مني حاجة ليها قيمة بدل التفاهة اللي أنت والسطحية اللي أنت ممكن تكون فيها. مهم. يعني أنا زي ما قلت لك مبسوط من فكرة إنك رابط كل حاجة ببداياتك مدرسة الأحد وتأثير بعض الأشخاص يمكن هما بيعملوا كده ما كانوش عارفين إن هما هيكونوا ليهم دور في حياتي. طبعا والوالد الفاضل وبعض الأسماء اللي أنت قلتها وأكيد في أسماء تاني كتير. عايز تقول إن الأشخاص مهمين جدا في دوائر حياتي؟ 1,000,000%. ليه 1,000,000%؟ 1,000,000%. أنا ما تخيلش حياتي، ما تخيلش روحيا أنا كنت هكبر إزاي من غير الناس اللي شجعتني، مهم. من غير الناس اللي حببتني في كلمة ربنا، من غير الناس اللي قعدت معايا وصلت علشاني، ومن غير الناس الغلسة اللي كانوا في حياتي، من غير الناس المستفزة اللي كانت يعني في عايز حياتي. تشكرهم يعني؟ عايز أشكرهم بكل قلبي. في وقت ما كنتش طايقهم، مهم. بس النهاردة أنا في ناس غلسة وفعلا يعني ربنا استخدم بواختهم وقساوتهم، ويمكن الطريقة ما كانتش أحكم حاجة وأحسن حاجة، مهم. بس أنا في وقت بعت لهم مسجات، كتبت لهم جوابات أشكرهم فيها. Yeah. لأني فعلا اكتشفت إنه أنا المستفيد، أنا اللي استفدت. مهم. يعني ربنا استخدم شر الناس وعدم حكمة الناس وقساوة الناس وإن هم اتولدوا وهم اتربوا أصلا كده، برضه هم آخرهم كان كده، مهم. هم برضه اتعمل فيهم اللي عملوه فيا. بالظبط بالظبط. بس أنا ربنا فنان لدرجة إن هو يحول الحاجات اللي مش كويسة واللي جرحتني واللي أذتني لخيري. بس ده متهيألي محتاج معدل معين من النضوج. أو محتاج سنين عشان مهم. أفهم ده. أنا ما فهمتوش يعني النهاردة. مش دوست على زرار لا بإيد خالص سمير اللي قادر يبعت خالص جواب لحد أذاه وله شكرا إن أنت أذيتني. يعني خالص يعني ما خالص. مش وما عملتهاش مع كل الناس الحقيقة عشان ما بالظبط. بقاش وأنت يعني. كمان كنت واضح وجدع وصريح إنه لسه في حاجات جواك إنه لسه ما اتشافتش، لكن أنت بتقول إنه ده حصل وبيحصل وهيحصل يعني. يعني أنا لو هجيب سيرة الناس اللي شجعتني، مش هقول الناس اللي أذتني، لكن الناس اللي شجعتني مثلا واحد زي بلبل مثلا. مهم. بلبل، دكتور بلبل، منير، ده واحد شافني مرة ببكي عشان كنت في حالة عاطفية، كنت لسه كده إيه طالع من ثانوي، واكتشفت إن في جنس اسمه جنس البنات بيعيش وسطينا في الكلية، وابتديت بقى إيه أبقى نحنوح كده، ودخلت علاقة عاطفية ملهاش أي لازمة، يعني حاجة عبيطة جدا، يعني لعب عيال، مبكرة يعني. هبل يعني. وكنت قلبي اتكسر كده في وقت، وساعتها قابلني بعد اجتماع حد بلبل وقال لي مالك عامل ايه كويس. كان يعرف بس اسمي، اسم سمير، ما كانش يعرف عني حاجات كتير قوي، يعني خدمني في ثانوي طبعا في مع الفتيان، بس ساعتها قلت له انا كويس، وباين اتحمقت او قلت له تعبان متضايق كده، ما اعرفش ليه عملت كده. احنا عندنا بعد الجمعيه، بعد اجتماع الحد بالذات، تلاقي في عنصر او في زي ما تقول فقره مهمه اسمها فقره السلامات. فقره، وفي ناس اصلا ما بتجيش الاجتماع وتيجي على فقره السلامات دي. حاجه حلوه، حاجه مبهجه انك تسلم على الناس وتحب الناس، والشباب كلهم موجودين والناس الكبيره والجسد كله موجود. هو ساب الناس كلها، وهو كان مشهور ومحبوب ومعروف بشكل مش طبيعي وما زال يعني، لكن ساب الناس دي كلها وشافني مكسور، جه خدني قعد معايا على جنب، قعد يسمعني تلت ساعة. مش مجبر يعمل مش كده. مجبر يعمل كده خالص، مش مجبر يعمل كده دلوقتي، ما كان ممكن يقول لي تعالى بكرة نحكي. خدني ساعتها وقال لي عايز اسمعك، صلى معايا. ياما بلبل ده في اوقات هو اول واحد يطلعني على المنبر، في منبر جامعة حسن فوس يعني ارنم
وبعت لي قبلها مسج اللي هي المسج اللي هي كانت رسالة يعني، مش اللي هو واتساب، مسج بفلوس يعني. مم. بعت لي فيها الآية اللي هي فيكم هذا الكنز في أواني خزفية ليكون فضل القوة لله لا منا. وعمري ما انساها، شجعني. بلبل في مرة كنت متخانق مع ابويا وامي ويعني حاطين عليا جامد ومتضايق ومكتئب ومش مش فاهمني ومش مبسوط ومتضايق. رحت له، خدني كده في الدور الرابع في الجمعية وقعد صلى معايا وجاب الجيتار بتاعه وقال لي انت محتاج نحارب وصلى معايا. ليه واحد زي ده مضطر يعمل كده معايا؟ انا كنت فسل، كنت ولا اسوأ. حبني. يعني بغض النظر ان الرب استخدمه، لكن هو كشخص صدق فيك. هل بلبل انا عارفه شخصيا، يعني هل هو كان عارف ان ده هيكون في يوم من الايام سمير؟ ما اعتقدش. ودي حاجة من الحاجات اللي انا يعني بشكر رب ان في ناس بتعمل ده مش لغرض، لا يعني لا لا خالص. يعني واكد وبقول له ما عملش كده معايا انا بس، كان بيعمل كده مع كل جيلي والجيل الاصغر مني والاكبر مني، ايام ما خدم اجيالي يعني. بس انا بقول اللي يخصني يعني. طب خليني اسالك سؤالين. السؤال الاولاني، انا عارف ان هم اسماء كتير، واضح ان انت عندك كم من الامتنان كتير. غير عادي لناس كتيره. كتير. لو هقول لك قول لي واحد من الناس اللي فرقوا معاك وفرق معاك في ايه. الحاجه التانية، هل بس كده لمجرد ان ربنا شكلك وجملك انت بايد بتكتب ترانيم وبتلحن وكل دي نعمة الله، وعندك فريق اصوات حاجه روعه، حاجه بروفيشنال يعني، وانت شخصيه منضبطه وده تاثير بابا ومدقق كمان، ربنا بيستخدمك في اماكن كتيره وعامل برنامج رائع جدا، وانا اشجع كل الناس انها تسمع هذا البرنامج الرائع اللي بيتكلم عن حياه ناس. بعد كل ده خلاص انت كده بقى شكرا مع نفسك، مش محتاج حاجه. فالسؤالين دولت ورا بعض. السؤال الاولاني، مين لو هديك اختيار لواحد بس، تقول لي مين وعمل معاك ايه. الحاجه التانية انه هل انت بس خلاص سمير سامي، خلاص الاسم وحده يكفي، فخامه الاسم تكفي يعني. يعني بغض النظر عن ده مش حقيقي. اها. بس يعني ولا فخامه ولا بتاع. مهم. ممكن اقول، معلش انا اسف، ممكن اقول اسمين. طبعا. بس هم يعني هتعرف ان هم ازاي بيكملوا بعض مهم. لما هقول لك مين. انا هقول بهجت عدلي مهم. وباسم رشدي. اوكي. كنت متوقع يعني، بس الحقيقه الناس دي يعني، بهجت عدلي انا حبيته عشان وانا في اولى ثانوي او ثالثه اعدادي. حبيته بمعنى حبيته، مش اللي مهم. هو احترمته واعجبت بيه. مهم. حبيته اللي هو انت اخويا، انت اخويا يالا. انت لا ده انت مش طبيعي. اه. وانا كان نفسي يبقى عندي اخ ولد. مهم. انا اختي اكبر مني ب6 سنين ومش اصحاب قوي، ففي بينا في بينا كده جاب. جاب شويه. كان نفسي يبقى في اخ كده احبه. انا حبيت بهجت، حبيته جدا واثر في حياتي. ترانيمه فرقت معايا. انا في وقت كنت فيها في ثانوي، وكنت فيها بعدي بفترة اللي هي الخطايا بتاعت الشباب دي والحاجات الصعبة، بكتشف انا قد ايه وحش. عمل ترنيمة محدش عارفها، انا متأكد محدش عارفها، هو بس اللي عارفها. مع بهجت. انها اترنمت بهجت هو الكتابة ولحنها. وانا دايما مفكروا بيها، اسمها تعالى الى الفادي الحنان مهم. يملأك سلاما وامان. انت مش عارفها؟ عارف. عارفها؟ انا زيك بهجت يعني بالنسبه لي، اوف فعارف اوف اوف على الكتابة. وحافظها، انا عندي شرايط بهجت يعني. العدد التاني كان بيجيبني ارض. التاني كان بيقول هل انت راض عن نفسك حتى حتى الان؟ الان. مهم. هل تنوي ان تترك يأسك والاحزان؟ انا كنت بقى لا، مش راضي عن نفسي. حقيقي جدا. مش راضي عن نفسي، لا مش راضي يا بهجت. مهم. تعالى شوف اللي بيحصل معايا. وابتديت بقى ابعت له جوابات واقول له انا بحبك واسمعني. وعملنا ترنيمه كده في حفله التخرج بتاعت ثانوي انا واصحابي، واحنا رايحين الكليه، وكانت كلماتي وحد ملحنها وانا رنمت فيها بصوتي اللي زي القرف ده. وبعتها له CD يسمعها وشجعني. وكنت اجيب كارت ميناتيل واشحنه عشان اكلمه ويا ريت يرد عليا تبقى يا يوم سلام. المنى. واسافر له واستناه يجي اي خدمه في اسيوط علشان اروح له. لغايه النهارده يعني احنا بقينا اصدقاء، بمعنى متهيألي في اصدقاء. ترنيمه اللي انت لحنتها انتوا رنمتوها مع بعض.
لا دي الكلمة بتاعته مش مهم انت ظلام قصدك اللي في ألبوم باسم رشدي. دي كلمته ولحنه، انا مش عارف ازاي خلاني ارنم ساعتها برضه. سوري انتوا رنتوها مع بعض يعني. مع بعض. اوكي. يعني شرف كبير. بهجت من الناس اللي أثرت في حياتي بحياتها قبل بترانيمها، بتشجيعها قبل بفنها. هو شخصية بالنسبة لي هيرو. ودايما أنا بقول كده، يعني دايما الناس تقول don't meet your hero، يعني بلاش تقابل الحد اللي أنت بتحبه قوي. هتتصدم بصراحة. أنا اتصدمت في ناس كتير كنت فاكرها هيرو يعني، بس هو بهجت لغاية النهاردة هيرو بالنسبة لي، وما اتصدمتش فيه. أكيد إنسان وبيغلط وبيضعف عادي، بس أنا بالنسبة لي هيفضل هيرو. باسم رشدي من الناس اللي ربنا بعتها في حياتي في وقت أنا كنت في مرحلة انتقالية 2013 حاجة كده يعني 2014. وهو من زمان كنت لما يجي الجمعية أقول له أنا بكتب ترانيم يا باسم، أنكل يا أخ باسم. كان هو ساعتها كان لسه عامل اسندني 2006 أو 2005 لا سوري 2004 عمل أول ألبوم اسندني، حاجة فظيعة. وكان أشواق للبركة جوانا، والكلمة منك مش أوهام، وردد لي وعودك عايشين عليها لحد دلوقتي. حاجات فظيعة يعني. بقول له عامل إيه فيقعد جنبي ويعلمني إزاي أعد على عقل صوابعي. ردد لي وعودك وكفاية 8 يكفيتي دايما وحماية 8 ما انت كفيل انك تجريها 8 وإيمان تثبت يا رجايا. ده معنى كلمة نظم، وتعد ازاي وتوزن ازاي الكلمات. شجعني ساعتها وانا كنت لسه في ثانوي. هنا وهو هنا، وهو هناك. انا ما جيتش. انا مش موجود. وازاي ربنا يجمعنا تاني ونتقابل ويشجعني وقعدت مثلا حوالي 3-4 شهور في القاهرة. اداني الشقة بتاعته وقعدت فيها. وبعد كده ربنا مش عارف ازاي يخليه هو كمان يجي معانا في الفريق كقائد روحي ومنتور لينا في فريق أصوات. انت قلت لي كمان هو منتور ليك انت شخصيا. طبعا من ساعتها هو منتور ليا شخصيا. وعايز اقول لك باسم ما يميزه انه مش منتور، هو صديق. هو مش هيسمعك وانت بتقول ضعفك بس، لا، هو هيسمعك وانت بتقول ضعفك وهيسمعك ضعفه. هو كان بيقول لي ضعفه. انا سمير سامي اللي كان لسه عيل، لسه بياخد مصروف وبيمشي بيمسك ايد ابوه وامه عشان يعدي الشارع، وهو كان بيسلم عليا. النهارده بيقول لي الهشاشة بتاعته شكلها ازاي وضعفه شكله ازاي. انا مين؟ فباسم لغاية النهاردة هو صديقي، وهو دايما يحس انه لما بنتقابل بيكب وانا بكب، ومش عارف ده بيحصل ازاي. عمري ما كنت اتخيل ان ده يحصل. ظلم ان احنا نخلي البودكاست اقل من ساعة معاك بجد. انا كل ما اخلص اقول خلاص، لكن انت بتفتح لي سؤال تاني. هل الحقيقي بيكمل؟ الحقيقي مكمل؟ يعني انت بتقول بهجت ده انا كنت هنا وهو هنا، باسم انا كنت، الحقيقي مكمل وبيزداد حلاوة. هي نعمة ربنا اللي بتكمل يا جوزيف. ومفيش غير الحقيقي هو اللي هيكمل. ايوه. والموضوع بياخد وقت. يعني فكرة كيف تتعلم الإنجليزية في 3 أسابيع في 3 أسابيع دي فكرة دمرت الشعب المصري. إنك عايز تبقى خادم وعايز تبقى مرنم، وإزاي توصل أنت ما تعرفش هو وصل ده إزاي. مش اللي هو حاجة، مش إن هو شاطر. ربنا دعك فيه جامد عشان يوصل الحتة دي، عشان يكمل ويكمل الصورة الحلوة دي. انت ما تعرفش الكواليس اللي في حياتك. وده هدف البودكاست عامة حتى بتاع أهلا. أنا عايز أعرف الناس دي ربنا إزاي يشتغل في حياتها، طحنها. يلي انت بس بتشوفه بس على المنبر متألق وبصوته بيلعلع وبيحافظ آيات وبيجيب ناس للمسيح، بس هو أصلا جاي منين وعدى في قد ايه في حاجات صعبة. انت لو انت قلت لك يلا عدي فيها عشان مش هتحب كده، مش عايز العب، مش هتلعب. انا شخصيا لو اعرف ان ده ما كنتش هلعب. لكن بتكلم انت على رحلة تشكيل فيها الحلو والوحش، لكن فيها اشخاص، فيها بابا، فيها مدرسة الأحد، فيها أصحابي برضه، فيها أصحابك، فيها أصحابي. يعني برضه أنا عايز أقول إنه أصحابي اللي اتربيت معاهم، ما أعرفش أقول أسماء ولا لأ، طبعًا. بس أنا عمري ما أتخيل حياتي من غيرهم. يعني اللي اتربينا مع بعض. أنا عندي صحابي، أنا عندي 36 سنة، بكرة هكمل 36 سنة بجد؟ هابي بيرثداي. شكرا. منهم 30 سنة أو 31 سنة لغاية النهاردة
أصدقائي مش مجرد أصحابي. روماني عاطف، شوي ألبرت، جون جمال، ديفيد سليمان، بالذات شادي فخري، دكتور شادي فخري، اللي بيكتب وأنا بلحن له حاجات يعني جميل يعني. الناس دي أنا شكلوا في حياتي. الناس دي احنا مش وعاظ لبعض، احنا اصحاب لبعض. ياما قعدنا ودرسنا، ياما قعدنا وصلينا مع بعض، ياما ما كانش القادة بتوع الاجتماع بيهتموا بينا روحيا، كنا احنا نلم بعض. وكنا مثلا كان القائد الروحي اللي هو عاملين درس كتاب ما كانش يجي ويفلسعنا، بس احنا نكمل نقعد نتجمع ونصلي مع بعض وندرس كتاب ونفتح الكتاب. الى اليوم موجودين مع بعض يعني. اليوم موجودين مع بعض يعني. فيهم ناس سافرت بره مصر، لكن الناس اللي سافرت بره مصر هم اكتر ناس بنتواصل مع بعض. فعمري ما انساهم. عايز اقول كمان فريق اصوات قد ايه شكل في حياتي. الناس تفتكر ان سمير هو اللي كقائد فريق اصوات. عايز اقول فريق اصوات هو اللي كان قائد ليا، هو اللي شكل في حياتي في وقت كبير يعني. احنا بقالنا 13 سنه لغايه دلوقتي. 13 سنه 13 سنه. 13 سنه ربنا بيشكل. لو انت بتحكي بقى على التشكيل والخزف والدعكه بتاعت ربنا كالفخاري، من خلال الناس اللي انا كنت فاكر ان انا بقودهم، انا كنت بكتشف قد ايه ان انا مايص وبكتشف ان انا غبي في اوقات، بكتشف ان انا متزمت وناموسي، وبكتشف ان انا مش حكيم، بكتشف ان انا ساذج اوقات كتير منهم. وقابليني زي ما انا، وكنت عنيف في اوقات، وكنت مش فاهم اوقات، وكنت بحكم وجادجمنتال عليهم في اوقات. لكن هم شكلوا فيا ربنا، وهم ما يعرفوش ان هم بيشكلوا فيا. ربنا الحبكه دي الكوميونتي. عشان كده زي ما بقول لك لازم تكون في الكوميونتي، لازم تكون في جسد. ربنا بيستخدم الجسد في ان هو الاحتكاك ده هو ده اللي بيطلع، حتى لو بيعملوه بجهل مش عارفين لكن هو ده جزء من رحلة التشكيل. لازم. عايز تبقى لوحدك هتقعد، ممكن ربنا يشكل في حياتك لو انت قاعد لوحدك في قلاية، ولا قاعد في بيتك لوحدك بينك وبين ربنا بتصلي تقرا الكتاب. جميل، حلو قوي، ربنا هيشتغل في حياتك. بس هتاخد سنين ووقت اكبر من انه في ناس في حياتك انت بتشوفهم بيتعاملوا معاك، بتشوف اللي جواك بيتفضح وانت معاهم. والحاكم النعمة اللي ما بينكم، وبتستقبل محبة. ولما حد يجرحك، ازاي ربنا بيشتغل في حياتك عشان تعرف تسامح. ولما انت تجرح حد، ربنا يشتغل في حياتك عشان تعرف تقول آسف. فانت مش لنفسك. مش لنفسي. ولغاية النهاردة ربنا بيبعت لي ناس في الفريق، لغاية النهاردة ناس جديدة بتدخل الفريق. شوف انا يعني ما بقتش انا اصلا القائد بتاع اصوات دلوقتي، شادي جمال هو القائد اصوات وبتعلم منه، واخويا الكبير. والناس اللي تدخل جديد هي كمان اللي بتشكل فيا. وانا بعيد حتى عنهم. ربنا بيستخدم ناس انا ما كنتش اتوقع ان هم يكونوا اصحابي واصدقائي وعشره وبنتكلم بعض كل يوم، نتشات مع بعض كل يوم، وانا ما كنتش افتكر في يوم من الايام ان انا ابقى صاحبهم. ربنا عجيب يا جوزيف في ان هو بيعرف ازاي يشتغل عليك حتى لو انت مش عارف. هو عارف ازاي. الاستسلام واضح انه طلع منك حاجات كتيرة جدا، انك استسلمت لنظرة ربنا ليك وانت صدقتها، فبعت ليك اصدقاء، بعت ليك فريق، بعت ليك بهجت، باسم، بابا، بلبل، اصحابك. يعني واضح ان التأثير الناس دي كلها ربنا حطوهم في اوقات معينة لأغراض معينة بطريقة معينة علشان يصيغوا، لا مش عايز اقول بقى اعادة صياغة، لكن عشان يكملوا رحلة من فشل الى نجاح. هل انت بتعمل ده لنفسك؟ خلاص انت خدت كل حاجة، خدت الكومفورت زون بتاعتك ومش عايز حاجة تاني من حد، ولا انت عايش لغرض؟ يعني اعتقد ان كل الهدف من كل اللي انا بعمله ده او الرب بيعمله ده مش ان انا ابقى حلو. وده في حد ذاته ممكن يكون هدف كويس، بس مش ده الهدف النهائي. مش ده الفاينل ديستنيشن اللي ربنا عايزني اوصل لها. الرحلة فيها تشكيل علشان في وسط الرحلة دي ربنا يستخدمك في انك تشكل في ناس تانية، وانك تكون صورة الرب، صورة يسوع، بكل ما فيها من ضعف. هو يسوع ما فيهوش ضعف لكن احنا اللي فينا ضعف. لكن ازاي
الناس تشوف فيك يسوع، بالرغم من ضعفك تشوف فيك يسوع. مهم. هو ده الهدف. يعني الهدف من ان الاناء ده يتعامل حلو ويبقى شكله جميل، مش ان هو يبقى فازه، مش تمثال. ربنا مش بيعمل تماثيل، ربنا مش بيعمل متحف، مش متحف مش عارف متاحف الشمع دي اللي هي تحط ثابتة. تشوف فيها سعد زغلول ومحمد صلاح، وتشوف فيها الملكه اليزابيث وكده، كانهم بس دول ميتين. ربنا مش بيعمل متاحف شمع، ربنا بيعمل آنية حية، حجارة حية زي ما بيقول مهم. الكتاب، مهم. مهم. حجارة حية مبنيين مع بعض، بنشكل في بعض. فربنا عايز من خلال الإناء اللي هو بيشكل فيك إنك تشكل في ناس تانية، وإنك كمان تكون صورة يسوع، يستخدمك في بركة ناس تانية وتأثير في ناس تانية مهم. زي ما الناس أثرت في حياتك. في حياتك. لو تحب تقول كلمة للشباب قاعدين قدامك حرفيا وانت بتتكلم عن رحلة فيها آهات كتيرة، فيها دموع كتيرة، وفيها أفراح كتيرة، لكن كل ده اتمزج مع بعضيه برحلة تشكيل حلوة، تقول لهم ايه؟ ده سؤال صعب، مش بعرف أنصح حد، بس هقول لهم يعني خليك حقيقي، مهم. اقبل وحشتك، اقبل نعمة ربنا مهم. وحلاوته، مهم. واقبل إنك خزف. مهم. تصالح مع ده، اتصالح مع إنك خزف. مهم. أوقات كتير بشوف ناس مش قابلة إن هي وحشة. أنا ما ينفعش أبقى وحش، أنا مش هروح لربنا غير وأنا كويس. مهم. حبيبي أنت عيان، أنت محتاج تروح للدكتور عشان تبقى كويس. مهم. حبيبي أنت من غيره ولا حاجة، أنا من غيره ولا حاجة. اقبل إنك وحش، وما تتضايقش إن لما تغلط، ما تتضايقش. اتضايق طبعا من إنك بتحزن قلب الرب لما بتغلط، اتضايق من ده، بس ما تقولش خلاص دي النهاية. مهم. وما ترفضش إن الرب يتعامل معاك. يعني ساعات بحس إنه من كتر ما احنا عايزين نبقى حقيقيين، عايزين نبقى حقيقيين قدام الرب، فأنا مش هبقى، أنا هبقى حقيقي فأنا وحش، فأنا هفضل وحش. مهم. أنا حقيقي، لا أنت كده مش حقيقي، أنت كده بجح، مهم. أنت كده مستسلم للشكل أو الوضع اللي أنت فيه. مهم. اتحرك، خد خطوة حتى وأنت وحش، اجري على ربنا، اجري على حد حكي معاه، افضح نفسك، خليك هش قدام الناس، خليك مفضوح في النور قدام الناس، اطلع من الضلمة اللي جواك، وابتدي روح لربنا، ابتدي انزل اخدم حتى وانت مش كامل. مهم. شوف بلاوي الناس، حط ايدك في الطين مع الناس. كل ما بتحط ايدك في مشاكل الناس مشاكلك بتتحل، مهم. كل ما بتحط ايدك في جروح الناس جروحك بتتشفي. مهم. هتفضل اناني، وهتفضل طول الوقت، هفضل انا مش بكلم حد، هفضل انا اناني، وهفضل طول الوقت برثل نفسي، وهفضل طول الوقت شايف نفسي بس. طول ما انا بشوف نفسي انا كويس، انا فين من ربنا؟ مهم. النهارده غلطت كام غلطه، النهارده ربنا سامحني ولا ما سامحنيش، جلد النهارده الذات يعني. انا جامد ولا مش جامد، هتقعد تقيم نفسك ليه؟ مهم. سيب روح ربنا يشتغل جواك، خليك حقيقي، اتعرض بس للنور، اتعرض لكلمه ربنا، وسيب الباقي عليه، استسلم. خلي حقيقيتك تقودك انك تكون في محضره طول الوقت. حلو قوي، يعني دي مش نصيحة، ده كومبو نصايح. ده اللي بحاول اعيشه. ولانه فعلا بصدق انه كلام بسيط وعلى الارض وحقيقي، فرق معانا شخصيا. انا قاعد مستمتع جدا ومش عايز اسال، عايز استرسل في الكلام، لانه شكرا حقيقي لانك جدا بتسمعني. جدا. وانه انا بفكر بدماغ الشباب اللي شايفين وسامعين. مش ده احنا شايفين سمير اللي على المنبر، شايفين سمير الملحن المؤلف اللي اسمه بينزل في شرايط والناس كلها بتشهد عنه، لكن سمير عنده ركن تاني، له وجه آخر، قدر ربنا يوصله الحتة ديت، قدرت نعمة الله تصيغ هذا الإناء أو تكمل ريحة هذا الإناء بالطريقة اللي ربنا عايزها. فشكرا جدا ان انت قبلت انك تكون معانا. ازاي؟ وانا شكراً ليك. متاكد انه على قد التاثير اللي الرب سابه في حياتك كبصمه، انه الكلام اللي انت قلته يكون كمان بصمه لناس تانية تسمعه يعني.
انا اسف للرغي اللي انا رغيته، وان ده انا لو ده رغي. عديت الوقت المسموح للبودكاست، بس انا من كتر ما انا بحبك لا وبحب ده لو رغي الشباب. ده احلى رغي، لانه كلام حقيقي، وانا بجد مش عايز احط ليميت للكلام اللي محتاج يتسمع. لازم يتسمع، ولازم يتسمع بالامتنان ده وبالوجع ده وبالحلاوه ديت. ليكن نور. امين امين. امين. شكرا يا سمير، شكرا. شكرا ليك.